جدة ساحلية هادئة تعيش فتاة شابة تدعى سيرين. تبلغ من العمر 18 عاماً بين جدران بيت قديم يعلوه الصمت. منذ وفاة والدتها الغامضة في حادث غرق، والبحر ممنوع من الحديث، ممنوع من الاقتراب، حتى ممنوع من الحلم. والدها ياسر يحمل خوفاً دفيناً ليس فقط من البحر بل من شيء أعمق، من الحقيقة التي دفنها سنيناً طويلة. لكن سيرين منذ طفولتها تسمع شيئاً آخر. البحر لا يصمت لها، تهمس لها الأمواج كلما اقتربت، تصغي لها الصدفات إن وضعتها على أذنها. هناك لغة لا يفهمها غيرها، صوت غامض حنون كأنه يأتي من داخلها، يناديها، يعيدها. ومع اقتراب عيد ميلادها 19 تبدأ علامات غريبة في الظهور. أولها في جسدها، قشور فضية تظهر على رقبتها ثم خلف أذنيها، ثم أحلام لم تكن مجرد خيال بل ذكريات لأماكن لم ترها من قبل. كائنات بحرية تشبه البشر تحوطها بأنشودة حنين. ثم ذلك الشعور تحت الماء، حين شعرت للحظة أنها تستطيع التنفس. تبدأ رحلتها من لحظة قررت فيها التمرد على الخوف، وتذهب لزيارة عجوز غريبة تعيش على أطراف المدينة، تدعى أم زهراء، التي تخبرها دون مقدمات: أمك لم تكن إنسانة فقط، كانت من نسل البحر. تصمت سيرين، تصدق ولا تصدق، لكن قلبها يهتز. هناك شيء داخلها يعرف أن هذا الكلام ليس غريبا. في لحظة ضعف وغضب من والدها تفر سيرين ليلا إلى البحر، وهناك يحدث ما لا رجعة فيه. تغمرها المياه وتبدأ قدماها بالتحول تدريجيا إلى زعنفة لامعة، لا ألم، فقط اندماج، وكأنها تعود إلى شكلها الأول. تغوص في الأعماق، لا خوف، لا اختناق، بل ولادة ثانية. تجد نفسها في عالم لم تتخيله، شعب الموج، مخلوقات نصف بشرية نصف بحرية، تعيش في توازن مع البحر. تحكمها الأم الكبرى التي تعرف أمها جيدا. تستقبل سيرين ليس كغريبة بل كعائدة، يوشمون على كتفها رمز البحر، وتبدأ تدريجيا في تعلم لغتهم، طقوسهم، وقدرتها الجديدة على السباحة بسرعة البرق. لكن الأسئلة لا تنتهي. لماذا تركت أمها البحر؟ ولماذا خافت من عودة ابنتها؟ ولماذا يشعر والدها بالذنب؟ وفي أعماق المرجان ترى في المرآة القديمة لحظة ولادتها. أمها تلدها قرب الساحل، تبكي وهي تتركها وتغوص من جديد. تكتشف سيرين أن أمها اختارت الحب، لكنها دفعت الثمن، وأنها تركت لها خياراً سيأتي يوم. سيرين في الأعماق بالتحول إلى اختبار وجودي. لم تعد مجرد فتاة ضائعة أو حورية مكتشفة، بل أصبحت شيئاً أعقد، صوتاً ينادي بفتح أبواب أغلقت قرونا، وجسراً يرعب القوتين اللتين صنعتاها، البحر واليابسة. حين وقفت سيرين في قاعة الأم الكبرى تطلب شيئاً لم يطلبه أحد من قبل: أن يسمح لها بأن تكون عبوراً، لا مجرد كائن بحري. ساد الصمت ثم التمرد. بعض الحوريات أيدنها، كثيرات خفن منها. واللوريال، حورية عتيقة، رأت في مطلبها كفراً بقوانين الأعماق. وبينما كانت تتهم بالخيانة، كانت سيرين تكتشف في قلبها القدرة لا على التأقلم بل على التأثير. عبر أحلامها ورسائل أمها عرفت أن الحرية لا تمنح بل تنتزع. بدأت بتدريبات قاسية لاكتشاف ما يسكنها من قوى خفية. تعلمت أن تسمع البحر لا فقط بأذنيها بل بقلبها، أن تحرك التيارات بمشاعرها، أن تقرأ همسات الصدف وكأنها كتب مغمورة. وفي تلك الأثناء كان والدها فوق اليابسة يعاني من الصمت الثقيل. كوابيسها زارته، شوقه قتل كبرياءه. كتب لها رسالة وتركها في زجاجة لم يتوقع أن تعود، لكنها وصلت. وصورة الطفلة على الشاطئ المبتسمة بجانب أمها فتحت في قلب سيرين صدعاً أكبر من البحر نفسه. ثم جاءت الخطوة الأخطر. قررت أن تفتح بوابة بين العالمين ليوم واحد.
المد كشف عن ممر مائي شق البحر نصفين وشق الخوف أيضا. خرجت سيرين من الماء كأنها من نور، ونورا معها تبكي حين رأت الشمس لأول مرة. البشر والحوريات حدقوا في بعضهم البعض بدهشة لم تفسدها الكراهية، فقط صدمة واحتمال. لكن الاحتمال لا يعجب الجميع. سكان الظل مخلوقات منسية في أعماق الغرق، ترى في أي عبور تهديداً لسلطتها. هاجموا فوق الرمال. بدأت معركة ليست فقط من أجل حياة، بل من أجل معنى. نورة تقاتل بجانب أختها. ياسر الذي ندم أخيراً حمل ابنته المصابة بين ذراعيه كمن يعيدها إلى رحم الحقيقة. وفي الأعماق شفيت سيرين بنور قلادة أمها. وعند البوابة لم تعد تختار، لم تعد خائفة من أن تصنف. وقفت، نصفها بشري نصفها حوري، وفتحت ذراعيها. البوابة تحولت إلى دوامة من نور، سميت لاحقاً الممر الأزرق، حيث التقت نظرات البشر والحوريات لأول مرة منذ الخلق. نهاية الغمر موتاً بل اكتمالاً. سيرين التي حملت على كتفيها وزر الانقسام بين عالمين لم تكن تحلم بأن توحد فقط، بل أن تحول من جرح إلى جسر. ومع توقيع ميثاق الأزرق ظن الجميع أن السلام قد بدأ وأن الحلم تحقق آخراً، لكن الحقيقة أعمق. الميثاق جمع بين قادة البشر والحوريات في لحظة نادرة من المصالحة. جلسوا على الشاطئ وتحت ضوء القمر قرأوا الوثيقة التي تعترف بالعالمين وتقر بحق العبور، لا كهجرة ولا فرار، بل كفهم مشترك. لكن الصدأ الذي تجمع عبر القرون لم يمحى بكلمات. سكان الظل الذين عاشوا في طيات الخوف والنسيان لم يقبلوا التغيير. وفي لحظة خاطفة وجهوا ضربة قاسية إلى قلب المد، نقطة التوازن بين العالمين. انفجار أصاب نورا، وسير هرعت تنقذ أختها، لكنها فقدت الوعي تحت الهجوم. في عزلة مؤقتة داخل نفسها رأت سير رؤيا نادرة. البحر واليابسة يتفتتان، يتحولان إلى رماد إذا استمر هذا العبور النصفي. عرفت حينها أن الحل ليس في يوم عبور سنوي، بل في اندماج دائم. قررت كسر الجدار الذي أقامه الأجداد، ليس من حجر بل من خوف. في مشهد ملحمي تحت اكتمال القمر غنت سير أغنية أمها بلحن قديم لا يعرفه إلا البحر. الجدار انصهر وتحول إلى ضباب، وسكان الظل الذين عاشوا في الظلمة تراجعوا أمام النور. انحنت الحوريات وصفق البشر للمرة الأولى سويا، لكن البحر لا ينسى. وبعد شهور اختفى ليوم كامل. لم يكن هذا الغياب مجرد خلل، بل إنذار. تحت الأرض نبض قلب البحر، النواة الأولى بشكل غير منتظم، كأن شيئا مختل. عرفت سير أنها السبب. العبور كسر قانونا أعمق من كل الميثاقات، قانون التوازن. فهمت أن دمها دم البر والبحر هو الكفة المختلة، لا يمكن للعالمين أن يستقرا وهي تمشي بينهما. لم يكن قرارها هروبا بل تضحية. في مشهد صامت ودعت والدها ونورا دون دموع، فقط نظرات. ثم غاصت في نواة البحر والقلادة ذابت في صدرها. الضوء انتشر والنظام عاد، لكنها لم تختفي تماما. كانت في الموج، في الصمت، في أول ضحكة لطفل يتعلم السباحة، في مدرسة نورة، في تمثال نحت وسط الممر الأزرق، نصفه من المرجان نصفه من الرمل. حتى صوتها بث في أول احتفال سنوي بعد الغمر، قائلة: الغمر ليس نهاية بل البداية الأصدق. وفي المشهد الأخير كان طفل يسبح تحت الماء،